ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده طريقه الزلابيه الجميله جدا جدا، مقرمشه من بره ومن جوه طريه جدا. يلا يا حبايبي تعالوا نبدا مع بعضينا. اوعدك انها هتنجح معاكي من اول مره. يلا نبدا مع بعضينا. هنجيب طبق غويط، هنحط فيه 2 كوب ماء فاتر من الحنفيه عادي، و2 معلقه كبيره ممسوحه سكر، معلقه كبيره خميره فوريه، و2 معلقه نشا دي للقرمشه، 2 معلقة كبيرة زيت، و2 باكو فانيليا. هنقلبهم مع بعض كلهم بالمضرب اليدوي، ونقلبهم بالمضرب اليدوي لحد ما كل المكونات دي ما تدوب معانا. ونجهز يا حبايبي 3 كوبايات ونص دقيق، او ممكن تاخد 3 على حسب نوعية الدقيق معاكي. ممكن العجينة تاخد 3 بس، ممكن تاخد 2 ونص، ممكن تاخد 3 ونص، على حسب نوعية الدقيق معاكي. احنا هننزل بالتدريج بالراحة بالراحة ونضرب بالمضرب. انا اخدت معايا بالدقيق ده، اخدت معايا 3 كوبايات بس، والنص كوب ما خدتوش معايا. هنكمل ضرب بالمعلقة علشان العجينة هتتقل على المضرب. احنا عايزين العجينة تكون مطة معانا، مش عايزينها تخينة ولا خفيفة، لا عايزينها حلوة كده مقطعة، يعني تمسكيها بالمعلقة هتتقطع معاكي كده. القوام ده يا حبيبة قلبي هو ده المظبوط، ده المطلوب معانا، مش عايزينه اخف من كده ولا اتقل من كده. نغطي العجينة بعد كده لحد ما تخمر معانا. يلا بينا نبدأ نعمل الشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا 2 كوب سكر، كوب ماء، باكو فانيليا، عصرة ليمونة. ما عندكيش ليمون حطي نقطة خل، مش مشكلة. نحطهم على النار لمدة 10 دقايق على نار هادية. ندوب السكر الأول، وبعد كده نحط بوك الفانيليا وعصرة الليمونة. بعد ما يجهز الشربات بتاعنا هنحطه على جنب، عايزينه يبرد. كده العجينة بتاعتنا اختمرت جدا، حلوة فيها فقاقيع. هتلاقي الفقاقيع دي بينت انها خمرت. معانا كيس حلواني او كيس فاضي، اي كيس مش مشكلة لو معكيش كيس حلواني. هنحط فيه العجينة، هنقلبها الاول نفش الخمر بتاعها، وهنحط جوه الكيس، نسنده في كوباية الاول. انا هنا خدت نص العجينة حطيتها جوه كيس الحلواني، وهنقص حتة مني من تحت علشان خاطر نقلي في الزيت. الزيت معانا حلو، ما يكونش سخن قوي، لا احنا عايزين متوسط، والنار بتاعته نار البوتاجاز هتكون برضو متوسطة. هنجيب مقص نضيف جدا هنقص بيه العجينة. ننزل المقص في الزيت عشان العجينة ما تلزقش معانا. قطعي المقاس اللي تحبيه في الزلابية.
احنا مش هنحمر الزلابية، لا، احنا هنشمعها تشميع بس، يعني تمسك نفسها كده ونشيلها على طول، عشان ده سر القرمشة. نشيلها لحد ما تبرد ونقليها تاني. بصي يا حبيبة قلبي، انا شلتها من النار خالص وقطعت بقى العجينة كلها، بعد كده حطيتها على النار تاني عشان الزيت كان سخن معانا قوي، واحنا مش عايزين الزيت يسخن معانا قوي قوي، احنا عايزين الزيت درجة حرارة متوسطة، احنا عايزين نشمعها بس. للنار تاني ونحط فيها الزلابية، نقسمهم بالنص عشان الكمية كبيرة، ودي طاسة كبيرة يعني ممكن تعمليهم على 3 رصات أصلا لو الطاسة بتاعتك صغيرة. هنقليهم بس خلي بالك النار تبقى متوسطة. ننتبه يا حبيبة قلبي ان هو بيحمر بسرعة، نفضل نقلب فيهم وما نسيبهمش خالص عشان ممكن يتحرق منك. اول ما يوصل لونهم للون الذهبي هنطلعه وهو سخن على الشربات البارد. معوقهمش في الشربات، نقلبهم بسرعة ونطلعهم بمصفاية. يا حبيبة قلبي ما تحطوش في الشربات، لا، ممكن تجيبي سكر بودرة هو سخن وترشي عليه السكر البودرة. بألف هنا وشفا على قلبك يا ست الكل.